السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بجميع الأصدقاء. اليوم أيها الأصدقاء غادي نتكلموا في هذه الحلقة ديال هذا الفيديو في موضوع العلاقة المغرب بالاتحاد الإفريقي، وماذا كسب المغرب منذ عودته إلى الكرسي الشاغر بالوحدة الإفريقية، وما هي مكاسب ومبادرات الفعالة منذ عودة المملكة المغربية الشريفة إلى الكرسي الشاغر بالاتحاد الإفريقي منذ 2017. وهذا للتذكير فقط. أولا، استطاعت المملكة المغربية منذ عودتها إلى الاتحاد الإفريقي في 31 من يناير 2017 والقطع مع سياسة الكرسي الفارغ والتي تبنتها المملكة المغربية سنة 1984، تحقيق مجموعة من المكتسبات الدبلوماسية في الملف المتعلق بالوحدة الترابية. وساهمت الجرأة التي تعاملت بها الدبلوماسية المغربية على مدار السنوات لعودة المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي في التعاطي مع مجموعة من القضايا والتي تهم الاتحاد بما فيها قضية الوحدة الوطنية. ونجحت المملكة المغربية بعد عودتها إلى المقعد في إعطاء مجموعة من التوضيحات وبناء سياسة عنوانها الفعالية والجرأة في التعاطي مع القضايا المفصلية التي تهم الاتحاد الإفريقي. ومكنت هذه العودة من حصد مجموعة من الاعترافات بحجية واقعية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المملكة المغربية في سنة 2007، وبناء جسر قويم عنوانه فتح قنصليات على مستوى مجموعة من الأقاليم الجنوبية كالداخلة والعيون. واستطاع المغرب إسماع صوته في القارة الإفريقية وحصد تأييد واسع لمبادرته المتعلقة بالحكم الذاتي في الصحراء الغربية المغربية جغرافيا. وباتت مسألة طرد البوليساريو من هياكل التنظيم القاري مسألة وقت فقط، والآن حان الوقت للتعاطي مع الموضوع بجدية. وتحظى المملكة المغربية الشريفة منذ عودتها وحتى قبلها بالثقة من طرف دول الاتحاد الإفريقي، وقد لعب المغرب أدوارا مهمة بعد عودته إلى حضنه الإفريقي، وساهم في العديد من المبادرات الإفريقية الفعالة من أجل النهوض بتنمية القارة والتي تعاني الهشاشة والاستغلال البشع لموارده المعدنية وانعدام الأمن والاستقرار في مجموعة من الدول والمناطق نتيجة انتشار الميليشيات المسلحة والمتطرفة خاصة في منطقة الساحل والصحراء. ولعل آخر مبادرة قدمها المغرب إلى الدول الاتحاد الإفريقي التي تتعلق بمبادرة تمكين دول الساحل من منفذ على المحيط الأطلسي لفائدة الدول الحبيسة والمحرومة مثل مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وإفريقيا الوسطى وإثيوبيا، قصد الانفتاح على الفضاء الأمريكي والأوروبي وتصدير منتجاتها، وبالتالي تحقيق التنمية والقضاء على الفقر. وأخيرا نذكر بوجود القطاع الخاص المغربي اليوم في عدد من المناطق الجغرافية بالقارة، تغطي على الخصوص كل من كوت ديفوار ومالي والسنغال، بالإضافة إلى الجابون والكاميرون، دون إغفال الجزء الشرقي من القارة خاصة إثيوبيا وأنغولا وبوروندي. وفي هذا السياق أن هذه الدينامية تتجسد أيضا من خلال الدور الذي تطلع به المملكة المغربية على مستوى تشجيع الاستثمار الأجنبي في بلدان القارة، بحيث يتوفر المغرب القوي بشرعيته المزدوجة جغرافيا وتاريخيا على تراث فريد تلتقي فيه الوشائج الإنسانية والعلاقات الاقتصادية والدينية، والتي تحف بها الهالة الروحية وقوة إقناع جلالة الملك التي قام بحوالي 40 زيارة إلى 28 بلدا إفريقيا منذ اعتلائه العرش. ومكنت كل واحدة من هذه الزيارات من انطلاق مشاريع تعاون ملموسة في مجالات متنوعة تنطلق من التكوين والدعم التقني لتصل إلى الأمن الغذائي
وتطوير البنيات التحتية. ويعتبر المغرب ثاني أهم مستثمر إفريقي بالقارة، بتخصيص حوالي 63% من استثماراته الخارجية نحو إفريقيا، حيث تنشط المقاولات المغربية في مجالات مختلفة بأزيد من 25 بلدا. وبهذا الصدد أشارت المجلة الفصلية للأمم المتحدة بين قوسين إفريقيا المتجددة وفي عددها الآخر أن المملكة المغربية تبرز كقوة اقتصادية كبرى، مبرزة الحملة التي يقوم بها المغرب سواء على المستوى الاقتصادي أو الدبلوماسي للعودة إلى الاتحاد الإفريقي الذي من المقرر أن تعقد قمته المقبلة أواخر يناير الجاري بأديس أبابا في إثيوبيا. وكتبت الصحيفة في مقال بعنوان الاتحاد الإفريقي الحملة المغربية أنه بتان وبشكل تدريجي أضحى المغرب قوة اقتصادية كبرى في إفريقيا جنوب الصحراء. وفي هذا الصدد ذكرت مجلة الأمم المتحدة بأن جلالة الملك أكد في رسالته السامية إلى القمة 27 للاتحاد الإفريقي التي انعقدت في كيغالي بولندا على أن الانخراط المكثف للفاعلين الاقتصاديين المغاربة وحضورهم القوي في مجالات الأبناك والتأمين والنقل الجوي والاتصالات والسكن يجعل من المغرب في الوقت الحالي أول مستثمر إفريقي في إفريقيا الغربية. وأخيرا في خلاصة الأمر، وبعودة المغرب المملوءة إلى فضائه الطبيعي، سيكون إن شاء الله الاتحاد الإفريقي على موعد مع التاريخ، وهي فرصة يجب أن تثمر نتائج إيجابية على قدر التطلعات المشروعة للإنسان الإفريقي نحو التقدم والازدهار إن شاء الله بحول الله لا ردها مولانا. تحياتي، عاش الوطن ملكا وشعبا، والسلام.